أعتقد دكتور، وإحنا نتكلم عن أسباب الهجرة يعني، ألا تعتقد أنه من بين أسباب النجاح أو الفشل في تجربة الهجرة بكندا هي الأسباب، يعني هي السبب اللي خلى الشخص هذا يهاجر؟ هل عنده معلومات؟ هل هاجر عن دراية؟ هل هاجر عن دراسة؟ هل حل نعم، والتحليل هذا حبيت نبدا به الحصة، يعني التحليل هذا اللي يتكلم عن الأسباب علاش الناس يعني تكون في البلدان تاعها، تقرا في البلدان تاعها. من المفروض عندها حب الوطن، من المفروض ان كل المعرفه اللي تحصلت الانسان اللي تحصل عليها في الجامعه من الطور الابتدائي حتى الطور الجامعي، من المفروض انه يوظفها في بلاده. ولكن صدفه الانسان هذا يخلي بلاده ما عاد يروح يسافر، وماشي يخلي غير بلاده، يخلي حتى الاهل تاعو، ابوه وامه. وكاين اللي في الوضعيه سيئه، ابوه وامه مرضى وكبار، ورغم ذلك انه ياخذ بكل جرأه انه يغادر البلاد تاعو. انا في نظري ان اي انسان على وجه الارض عنده طموح، لما يزيد ويبدا يعرف ويبدا يفرق بين الاسود والابيض، عنده طموح يكبر عليه. لو تعارضت منظومه الحكم، اي منظومه الحكم، مع طموح الفرد يتمرد عليها بطرق متعدده. مثلا الانسان لما يكون صغير يحب يدير حوايج، واحد يحب يكون طبيب، واحد يحب يكون بيلوت، واحد يحب يكون مهندس الى اخره، وعنده طموح كذلك متعلق بالقيم تاعو الاجتماعيه، لي فالور. مثلا حب يكون طبيب من اجل انه تكون عنده كرامه في العيش، ومن اجل كذلك انه ينفع البلاد تاعو. فلما يتكون يبدا كبير، يشوف ان كلما تقدم سنه، وكلما زعما رجع يعني عنده معرفه اكثر وعنده قدرات اكثر، يشوف بان الطموح تاعو يتقلص في منظومه معينه. فلما يكبر وتكون عنده المعلومه يعني اللي يقدر ينفع بها نفسه وينفع بها بلاده، فيجد نفسه غير قادر. ولكن هذا الانسان لازم يعيش الطموح تاعو. فكاين عده امور يقوم بها الانسان من اجل انه يعيش بها الطموح. من بين الحلول التي يجدها الانسان هو انه يهاجر. يقول لك بلي بان المنظومه هذه التي انا نشات فيها وعشت فيها هي صح كونتني وصح تعطني الامكانيات باش نكون مهندس ولا طبيب، ولكن لما رجعت يعني ثمره باش استعمل لخدمه عائلتي ونفسي والبلد تاعي لم استعمل. فمن المفروض اني ما نموتش كما يسموه سويسيد اورالونتي، ماذا بيا ما نموتش يعني ببطء. لازم نخرج ونعبر عن شعوري ونعبر عن القدرات تاعي ونعيش الطموح تاعي. فكاين اللي يختار الكفاح، يقول لك انا نبقى في البلاد هذه ونحاول نغير ونسال، وهذه شجاعه كبيره، مش اي واحد يقدر يدير حاجه كما هذه. وكاين انسان يقول لك لا، انا لو اتيحت لي الفرصه كما هذا، جا توريست فعجبته البلاد، قال لك بلي هذا البلاد يعني فيه بمجال باش انا نقدر نعبر عن الشعور تاعي وباش انا نقدر نحقق الطموح تاعي. اذا راح لفرنسا وعاود ولا وممكن يحقق الطموح تاعو. وكاين واحد اخر قعد في البلد تاعو يكافح من اجل تحقيق الطموح تاعو، ممكن هو ما يوصلش بيحقق الطموح تاعو، وممكن الناس واحد اخرين فيما بعد لما يصير التغيير باذن الله ممكن يحققوا الطموح تاعهم. طيب دكتور، بعد ما يجي المهاجر الاطار الى كندا، اول شيء راح يقابله هو الواقع، يبدأ يتعرف على الواقع ويدرك منذ الوهلة الأولى أنه هذا الواقع ليس بالسهل. تبدأ هنا التحديات وتبدأ المواجهة اليومية مع هذا الواقع. نتكلموا على التحديات اللي خاضها الدكتور بركان. لو تسمح لي فقط في قبل الهجرة، لو تسمح لي دقيقة فقط نوضح قضية. هو كاين اصناف لما الانسان لما يقتنع بان الطموح تاعو غير ممكن انه يحققه في هذا البلد، يصل الى حل الهجره، يقول لك انا لازم نهاجر، فيبدا بخطوات انه يهاجر، انه يغادر البلاد تاعو. فهنا ينقسم الناس حول هذه القضيه. فهناك من يعتبر الهجره مشروع حياه. لو اعتبره مشروع حياه، أنا نأكد لك بأنه لما ينجح له يعني كل الشروط في صالحه بأنه ينجح في البلد تاع الهجرة، لو اعتبره أنه مشروع. كاين هناك من يستهين بالهجرة، يعتبرها بلي قضية وراح خلاص يشري لي بيي وبعد يهاجر وبعد على ربي. هذا يقدر ينجح، ولكن كما يقولوا نسبة الفشل كبيرة. واش معنى مشروع؟ لما نقول الانسان يعتبر المشروع، لما تعتبر المشروع يعني تفكر فيه بجديه، وكاين لازم كل المعايير تاع المشروع تستعملها.
معايير موضوعيه تقول بلي انايا اوكي انا حنخلي بلادي، نخلي اهلي، راح ندير يعني نضحي. هذا هو المشروع. المشروع يعني حتى لا مارج تاع لو ريسك تاعك، لا جيستيون دو ريسك ديرها وتدير المعايير الموضوعيه. ولما تقتنع بان رغم الاسباب هذه الموضوعيه راك راح تهاجر الى بلد اخر، تبدا تحضر في المشروع هذا. تحضر من بين التحضيرات البسيطه انك تحاول انك تتعرف بدقه على المجتمع اللي تعيش فيه. تحاول انك تتصل، خاصه الان مش صعيبه. احنا جينا انا كي خرجت من الجزائر خرجت في سنه 93 رحت لفرنسا، ومن بعد 96 جيت لكندا. في هذاك الوقت ما كانش كما نقولوا حنايا الانترنت ولا كما يقولوا مواقع التواصل الاجتماعي موجوده بالانسان يقدر يسقسي. وحتى المعلومات. تصور انت الان، تصور احيانا الانسان لما يعيش هذا المجتمع الان يقول باللي كيفاش معلومه، اي معلومه، فكر في اي حاجه الان، روح انت للانترنت ديرها في جوجل تصيب كل المعلومه عليها في اي حاجه تفكر عليها. كاين ناس حتى هذه الخطوه ما يديروهاش ويجوا يعني يديروا مجازفه. فما لما يدير مجازفه يعني بطبيعه الحال هذا المجتمع مش مجتمع يختلف تماما عن المجتمع اللي كان عايش فيه. مثلا المجتمع اللي عاش فيه منظومه رغم انه ممكن ظلمته في تحقيق الطموح تاعو، ولكن هذيك المنظومه اللي كان عايش فيها منظومه ساعدته كما يسموها هنا لاسيستانا، واللي حوس عليها حتى والديه. لهذا تصير في المجتمع الجزائري هنا جامي تسمى الجزائري او العربي او المجتمع العربي ولا المغاربي ولا تجد مثلا. تصور انت في عائله فيها ابوين وفيها ممكن ابناء ممكن 5 6، اقلهم سنا 25 سنه واكبرهم سنا ممكن 40 سنه، كاملين ما يخدموش مثلا، ولكن هذو الناس كامل عايشين في عائله معينه، وهذو الناس كامل ما يحبوش اي عمل يقوموا به، وهما يجيب لهم ربي راهم ينتقموا من المنظومه، ينتقموا من السيستم. هو مش جاب له ربي ينتقم من نفسه ومن الاهل تاعو ومن المجتمع في انواع. طيب دكتور.